بصوا يا جماعه، شوفوا والله العظيم انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا عامل قطمه بمنشار باين اهو، قطمه شوفوا اهو الحته اللي تحت اهي، بصوا قطمه بمنشار، قطعه بمنشار، بصوا عامل ازاي فيه الحته اللي جوه اهي زي ما هي، قطعه بمنشاره. شوفوا انت هتسرق ايه يعني من الاوضه؟ الاوضه دي بقى بنحط فيها دي، اوعى كده يا خالد تعالى اهو، دي على البحر اهي 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 اهي، دي حاطين فيها الحاجه بتاعتنا اهي، حاطين فيها الحاجه بتاعتنا عشان ما حدش ياخد حاجه برضو يعني في حته بصوا على البحر، يعني جزيره، يعني ما فيش بيوت حوالينا، ما فيش حاجه حوالينا، يعني جاي في الليل، انت اكيد في الليل يعني عشان تنشر كده الناس حوالينا هتسمعنا. شوفوا النبي يعني الاوضه انا عايزه اعرف فيها ايه. بصوا اللي فيها، حتى انا كنت سايبه عبايتي، شوف لقيته عامل العبايه دي انا بلبسها وموقع زيت ومنيل الدنيا. بصوا عامل فيها ايه، تعالوا اوريها لكم بره في النور. امسك كده يا خالد العبايه دي، بصوا العبايه انا كنت بلبسها والله العظيم، شوفوا عامل فيها ايه. طب انت قطعت العبايه يلا تتبرص في صوابعك، اما انت سرقت عبايه ب 450 جنيه تيجي كده. طب انت يلا تتبرص في صوابعك جاي تسرق، بتقطع العبايه ليه؟ اتفرجوا قطع العبايه ازاي، منك لله، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عشان يشوف فيها فلوس. خالد ابني عشان بيقول بيشوف فيها فلوس. جينا نعمل الشاي بصوا، علقنا على البراد، انا سايبه برطمانين سكر هنا، اللي هو عارفين انتوا برطمان العسل ده، برطمانين مليانين سكر، كانوا لسه مليانين. كانت امي جت هنا وجابت لي كيلو سكر، وكان عنده سكر، مليت البرطمانين، اقسم بالله ما لقيت البرطمانين. يعني انت يا منتن يا معفن كسرت قفل ب 70 جنيه عشان تسرق برطمانين السكر. يعني انا عايزه اقول لكم الاوضه يعني فيها شويه كراكيب، بصوا يعني اللي فيها، بصوا شويه تصحينا عشان لما نيجي هنا السنانير. كنت سايبه العبايه بتاعتي معلقاها هنا، والطرحه لما اجي بلبسها، واخدين بالكم. الموتور كان فيه هنا بتاع اللي بنسقي بيه، روحته البيت خفت، هو فتح الحمد لله ما خدش الموتور. يعني فيها الفرشه بتاعتنا اللي بنقعد عليها. مش عارفه انت كنت سرق السكر والادوم، كان في ادوم كده غير الفاس، الحمد لله لقينا الفاس. سرق ادوم وكيسين والبرطمانين السكر، ولسه احنا كل ما نيجي نجيب حاجه نكتشف حاجه، احنا كل ما نيجي نجيب حاجه عايزينها نكتشف ان هي اتسرقت. فانت يعني يا منتن يا معفن جاي تكسر قفل بالنظام ده عشان تسرق ايه من الاوضه، عشان تسرق هي الاوضه اهي، الاوضه اهي انا عاملاها عشان يعني انا لو سايبه حاجتي بقى مش حاجه الاقيها حاجه خالص اهو. والحمام ورا الاوضه، والارض اهي والبحر اهو اهو. طب احنا عملنا دلوقتي الشاي ومش لاقيين نشرب، مش لاقيين سكر. اعمل شاي مش لاقيين سكر بعد ما ولعنا وتعبنا وطرينا رايحين نجيب السكر. حاضر يا قلبي حاضر، مش لاقيين السكر. قعدنا مصينا قصب، سد نفسي والله على مص القصب اهو. احنا طبعا لسه جايين فما كنسناش ومش هنقعد بس ثواني عشان قالوا لنا الاوضه اتسرقت، رحنا نشوف الاوضه بس. طلعنا كنت خد يا منتن برطمان الشاي، يا حرام يا معفن كنت خد برطمان الشاي معاك، سايب لنا الشاي ليه؟ والله العظيم ما انا عارفه، انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني انت سارق فاتح الاوضه وفاشش قفل ب 70 جنيه ولا 75 جنيه عشان تسرق كيس سكر ب 35 جنيه والادو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. احنا لسه ما نعرفوش ايه اللي اتسرق كمان، احنا عمالين نكتشف، يعني احنا عمالين نكتشف كده واحنا قاعدين، كل ما نطلب حاجه نلاقيها اتسرقت. فهنقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا جبت والله قفل جديد معايا، ده القديم اهو اللي جينا لقيناه متعلق، ده الجديد اهو. جبت قال لي اجيبهولي الكبير، قلت له كده كده بيتنشر بيعملوا بالمنشار، يعني كده كده عايز يفتحه هيفتحه، يعني مش امر اهو. والله جبت واحد جديد اهو. حسبي الله ونعم الوكيل. انضفوا شويه والله العظيم، نفس الناس دي تنضف شويه. يلا الحمد لله الحمد لله اللي ما جتش على سرقه البيت، كانت سرقه الغيط مش سرقه البيت. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش بقى دوشناكم معانا بالسرقه. هنخلص بقى ونجمع بقى الفلفل اللي اتسرق رخ، نيجي نلاقيه مسروق اهو، نيجي نلاقيه مسروق رخ.
انت مش عارفه والله استفدت ايه لما خدت السكر يا حرام على الدعاء اللي انا دعيته عليه وعلى الفشه اللي انت فشتها دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تتشل في ايديك، يجي لك شلل في ايديك كده، تتشل في ايديك عشان ما تبقاش تسرق تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ويجي لك شلل في ايديك عشان ما تسرقش حد تاني.